السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الوصفة ديال اليوم هي وصفة طاجين ديال الدجاج البلدي مخضر بالزبيب. فهاد الوصفة غادي نحتاجو الدجاج البلدي. انا عندي هنا في الروز. في العطرية غادي نحتاجو البزار، الملحة، الكركم والملون الغذائي. غادي نحتاج ورق الرند اولا ورقة سيدنا موسى. غادي نحتاج ضامة ديال المعدنوس ونحتاج ضامة ديال الثوم، تقدروا تستغناو عن ليهم الا ما عندكمش. وغادي نحتاج جوج الفصوص ديال الثومه، القزبر والمعدنوس مطحونين. غادي نحتاج الزبيب باش نخضر الطاجين ديالي، ونحتاج 3 ديال البصلات اللي يكونوا من الحجم المتوسط. في واحد الاناء غادي نحط الدجاج ديالي اللي نكون غسلته مزيان بالملحه والخل والحامض باش ما تبقاش فيه ديك الريحه تاع الزفر، حيت حنا كنعرفوا الدجاج البلدي كيكون شويه مجهد على الدجاج العادي. من بعد غادي نزيد العطريه ديالي، غادي نزيد الملحه، غادي نزيد الكركم والملون الغذائي، غادي نزيد البزار والضماد ديالي حتى هما. ونحك دوك الفصوص ديال الثومه اللي عندي. انتي تقدري تزيدي الثومه الا ما كنتيش غادي ديري الضامه ديال الثوم، تقدري تزيدي جوج الفصوص اخرين. انايا اختاريت انني ندير الضامه ديال الثوم وغادي نزيد جوج ديال الفصوصه. بالنسبه للضامات كي قلت لكم الا ما عندكمش تقدروا ما ديروهمش، تكتفيو غير بالمعدنوس طري والثومه طريه حتى هي. وغادي نزيد المعدنوس وزيت المائده كذلك. نحطو جوج المعالق تقريبا ديال زيت المائده باش نشرملو الدجاج. نحاول انني ندخل ديك العطريه في الدجاج مزيان حتى نتاكد بانها دخلت الدجاج ديالي كامل. فاش شرملت الدجاج غادي نشعل على الطاجين اللي يكون سخون مزيان ونوضع فيه الزيت. وغادي نرشو بالقليل من الملح، حيت انا ما كثرتش الملحه. واخا تشوفوا بانني درت بزاف، هاد الملحه راه ما كتملحش. نحط الدجاج. انا غادي نسبق البصله هي الاولى. نسبق البصله في هاد الطاجين. انا كنسبق البصله كنشحرها شويه مع الملحه وورق الرند، ونحاول انني نحركهم مزيان، نشحرهم تقريبا شي 5 دقائق هكذاك. من بعد نوضع الدجاج ديالي في الطاجين. هاد المرحله كتبغي اننا نحضيو البصله مزيان، حيت كيكون الطاجين سخون تقدر تحرق. انا درت هنا 4 ديال اوراق سيدنا موسى، تقدري ديري وحده، تقدري ديري جوج، على حساب نتوما شحال عندكم، شحال متوفر عندكم في الدار. نحرك مزيان البصله. ومن بعد نزيد عليها الدجاج. هاد الطاجين ماشي غادي نبقى نشحرو كامل ونبقى نقلب في الدجاج ديالي، لا، هنا غادي نحط الدجاج ومن بعد غادي نزيد عليه البصله. يعني ما غاديش نبقى نقلب في الدجاج ونقلب في البصله، لا، يكفي اننا شحرنا داك شويه تاع البصله في الاول ونزيدو عليهم البصله من الفوق. انا غادي نزيد هذيك الكميه ديال البصله اللي بقات ليا فوق الطاجين ديالي. غادي نرش
شويه ديال القزبر المعدنوس اللي كانوا بقاو ليا، وغادي نوضع جوج الحبات تاع غادي نوضع اولا الزبيب اللي غادي نكون انايا مرقداه قبل 10 دقائق تقريبا في الماء وغسله مزيان. غادي نرش شويه تاع البزار وشويه تاع الملحه وشويه تاع الخرقوم باش ما تجيناش ديك البصله باسله. من بعد غادي نزيد الزبيب كيف قلت لكم اللي كنت انايا قبل مرقداه 10 دقائق في الماء وغسله مزيان. غادي نزيدو من الفوق وغادي نزيد دوك جوج الحبات تاع الفلفله اللي عندي. انت تقدري تزيدي الحامض مصير الا كان متوفر عندك، انا ما متوفرش عندي، داكشي علاش اكتفيت انني ندير غير جوج ديال الحبات تاع الفلفله اللي حاره. وغادي نمرق بنص كاس تاع الماء نسد على الطاجين. الطاجين كياخذ ليا تقريبا ساعه حتى ساعه و10 دقائق باش يطيب. ها هو كيف كتشوفوا في الشكل النهائي ديالو، البصله راها دايبه والمرقه راها خضره تبارك الله، حتى الدجاج راهو طاب مزيان حيت انا عندي هنا دجاج صغير يعني دغاك طاب وما خداش ليا بزاف ديال الوقت. هذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين ديالي. اتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش الاشتراك والاعجاب بالفيديو وضغطوا على جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد.